السلام عليكم. في موضوع كبير عايز اكلمكم فيه، مهم جدا. دلوقتي الناس اللي بتشير اي حاجة علشان تجيب ريتش وتجيب تفاعلات وتجيب لايكات وتجيب فلوس، من فضلكم ما تنشروش اخبار سلبية عن مصر. هل انتوا بتشوفوا ده بيحصل في الدول العربية؟ هل ده بيحصل عندكم مثلا يعني في السعودية، في الامارات، في قطر، في دبي، في الاردن، في تونس؟ جرائم كتيرة بتحصل وحاجات كتيرة بتحصل في الدول دي، وفي اعدامات وقصاص وكل حاجة. هل بتشوفوا الميديا بتاعتهم بتجري تعمل لقاء مع ابو اللي توفى وام اللي توفى واخو القتيل وابو القتيل وكل ده؟ يا جماعه ارحموا بلدكم، ارحموا مصر من فضلكم. كفايه اخبار سلبيه. انتوا عايزين تدمروا بلدكم بايديكم، بدل ما يجي لكم سياحه ويجي لكم اقتصاد والناس تقول لي ده اقتصاد البلد ده قوي، ده الناس دي قويه. لا، انتوا بتدمروا نفسكم بنفسكم. هل ده بيحصل؟ طب تعالوا بصوا مثلا، شوفوا عندكم في الصهاينه، هل بتلاقي الاخبار السلبيه اللي الجرائم اللي بتحصل عندهم دي الناس بتجري تتابعها وصفحات بتجري تتابعها؟ ما بيحصلش. مصر الدولة الوحيدة للأسف الشديد اللي عندها مفيش ميثاق إعلامي يقدر يحكمها. والكلام ده في ايد الاستاذ احمد المسلماني، في ايده يعمله انه يخلي الميديا تحت السيطرة. لان اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل ده غلط، بيحصل ده ضد البلد. ما يصحش تعملوا كده في مصر. حتى العزا انتوا ما بترحموهوش. العزا اللي هو ان واحد توفى، فنان توفى، حد توفى، بتجروا على العزا، عايزين الريتش وعايزين اللايك وعايزين الشير وعايزين تشتهروا وعايزين الميديا والاعلام. ومش مهم الناس اللي وشعورها وحياتها اللي بتتدمر بسبب اللي انتوا بتعملوه ده. المتابعة يا جماعة، المتابعة مهمة وكل حاجة، محدش قال حاجة، بس مش بالطريقة دي. مش كل الصفحات تروح تصور مع، مثلا النهارده واحدة ست ضربت أمها ضرب جامد واتقبض على الست دي. طب انت بدل ما انت تروح تصور بقى وتنزل الخبر عندك، لا انت عملت له ايه؟ عملت له متابعة. ليه؟ عشان عايز الريتش، عايز الفيو، عايز الناس تتابعك، عايز اللايكات، عايز الفلوس في الاخر. تروح تجيب امها، تجيب اخوها، اختها، بنتها، قرايبها، تصور مع ولادها، تصور مع الجيران، تسأل الجيران، مش عارف. كل ده انت بتنزله على الفيسبوك يا جماعة، انتوا بتنزلوه على النت وبتنزلوه على الميديا، والعالم كله بيشوف الكلام ده. العالم كله. هل ده بيحصل؟ هات لي السعوديه مثلا، واحد قتل واحد هناك، هل المواقع السعوديه بتروح تتابع مع اخوه، مع امه، مع والده، مع والدته؟ ما بيحصلش الكلام ده. الخبر بينزل، وممكن ينزل في حته صغيره في الجرايد حتى، او على الميديا في حته صغيره جدا، وتسمع ان حصل قصاص كمان واعدم الشخص اللي قتل. هل انتوا بتلاقوا المتابعات دي؟ لا، محدش بيشوه بلده غيركم، للاسف الشديد. محدش بيشوه سمعة البلد دي غيرنا احنا، غير الشعب المصري بنفسه بايده، علشان الريتش والفلوس واللايكات، وعلشان يتشهر. محدش بيعمل كده يا جماعه. لا، يا ريت المتابعه ليها حدود، ويا ريت الاستاذ احمد سليمان ينظمها، ما تبقاش هوجه كده. ما تبقاش ان الناس تحصل واحده ابنها مات وهي طلعت انتحرت، نروح نجيب اهلها ونجيب قرايبها وندور على القصه والحوار ونعمل منه ونحط على الفيسبوك. مش كل حاجه بتتحط. حطوا الخبر، وان كانت متابعه ما تبقاش بالطريقه اللي احنا بنشوفها بالساعه. ده الواحد بيعمل بس مباشر يجي نص ساعه وساعه مع اهل القتيل ولا اهل المقتول او اهل المصاب او اهل مش عارف مين. ليه ده كله؟ ليه؟ علشان ايه؟ عشان الفلوس؟ لا، الحكايه دي لازم تتنظم. واتمنى ما نقعدش نجيب اخبار سلبيه عن مصر. كفايه، كفايه جدا. ان ما يعني مش بلاقي حد من المواقع دي بيحط خبر حلو يفرح الحقيقه يعني. للأسف الشديد كل أخبارنا سيئة للغاية، وده ضد السياحة وضد اقتصاد البلد وضد نموها. ارحموا مصر يرحمكم ربنا. تابعوني، محمد أبو فرح. السلام عليكم ورحمة الله.